السبب الحقيقي وراء السمنة ترى مو الكربوهيدرات، والغريب أول ما حد يقول دايت أول شيء يقولون له لا تاكل كربوهيدرات، وفجأة يبدأ التعب والخمول والصداع لأن الجسم ببساطة فقد وقوده الأساسي، لأن الكربوهيدرات هي البنزين اللي يشغلنا. الجسم يحولها جلوكوز وهو سكر بسيط بس مهم جدا ويعطي الطاقة لكل خلية فينا. تفكيرك، حركتك، نبض قلبك كلها تعتمد عليه من خلال عملية يسمونها التنفس الخلوي. وبعد الكربوهيدرات مكون رئيسي في جدران الخلايا اللي مصنوعة من الكربون والهيدروجين والأكسجين، 3 عناصر أساسية للحياة. أما الوزن الزايد ما له علاقة بالكربوهيدرات نفسها بل بالطاقة الزايدة اللي يخزنها الجسم كدهون. يعني الرز والخبز ما فيها مشكلة، المشكلة لما نبالغ. بدل ما نوقف الكربوهيدرات خلونا نوازنها ونفهمها. وهذه المعلومات من الكتاب البيولوجي للصف 11 في المنهج الإماراتي. قولوا لي منو فيكم جرب يسوي دايت بدون كربوهيدرات وكيف كان شعوركم؟ اكتبوا لي في التعليقات.